السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غير بحبه وحده ديال الحامض غادي نحضروا واحد العصير منعش ولذيذ بزاف وغير مكلف، كيجي رائع، كيجي لذيذ وخفيف كما كتشوفوا معايا. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه. عندي هنايا حامضه وحده، غادي نقطعها بالقشور ديالها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما غسلتها مزيان كنقطعها على هذا الشكل هذا، وكنحيد ليها دوك العظيمات ديالها. ضروري كتحيدوا لها دوك العظومه باش ما كيجيكمش العصير فيه واحد المروره. كنحاولوا نقيوهم بهذه الطريقه هذه. صافي كنستمروا بنفس الطريقه، وكناخذوا الخلاط الكهربائي او الميكسور باش غادي نضيفوا فيه ديك الحامض اللي قطعنا، وغادي نضيفوا كاس ديال السكر سنيده. بطبيعه الحال السكر كيبقى على حسب الذوق. هنايا عندي لتر ديال الماء، غادي نضيفوا منه شويه فاش غادي نطحنوا منه بهاد الحامضه، والكميه اللي بقات غادي نخليوها حتى الاخر. صافي هنا غادي نطحنوا العصير ديالنا مزيان. صافي من بعد ما كنطحنوه كنزيدوا ديك الكميه اللي بقات ديال الماء. كما قلت لكم المجموع ديال الماء كيكون ايترو، كنضيفوا منه شويه في الاول كنطحنوا به والباقي كنزيدوه من بعد. صافي كنخلطوا مزيان وكناخذوا واحد الصفايه وكنصفيو العصير ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. صافي هنا من بعد ما كنصفيو العصير ديالنا كنديروه في شي قريعه وكنخليوه الثلاجه حتى كيبرد. وديك الساعات نتوما كتذوقوا على حسب السكر، الا جاكم ناقص كتزيدوا على حسب الكميه اللي بغيتو ديال السكر. صافي كان هذا هو الشكل النهائي. كيجي رائع، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي منعش وخفيف بزاف وغير بحبه وحده كنحضروا ايترو ديال العصير. كنتمنى تجربوه، راه غادي يعجبكم بزاف، راه غير مكلف وهو بصراحه احسن من المناضه، انه طبيعي. كنتمنى تجربوا وتردوا عليا الخبر، وبصحه وراحه.